السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. حلقة النهاردة هتبقى حلقة مولعة نار، هتبقى حلقة قوية جدا جدا جدا، لأننا باختصار كده هنستغل التوقف الدولي اللي في العالم كله، وهنتكلم عن آخر تطورات وآخر مستجدات الفرق العربية في كل دوري بتاعها. يعني باختصار كده هنتكلم عن دوريات عربية ونشوف مين الفرق اللي بتنافس على الدوري، والفرق اللي بتنافس على الهبوط، والفرق اللي بتنافس ان هي تلعب في البطولات القارية بتاعتها. هنلف لفة حلوة كده ونشوف آخر التطورات ايه. بس قبل ما نروح نتكلم على اول دوري، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الحلقه ورأيكم في الدوريات عامه، وتوقعاتكم للفرق اللي هتاخد الدوري والفرق اللي ممكن تهبط. هنبتدي كده مبدئيا بالدوري المغربي اللي بيتكون من 16 فرقه، يعني بيتلعب فيه 30 مباراه. اتلعب لحد دلوقتي منه 25 ماتش ومتبقي 5 جولات بس وينتهي الدوري المغربي. قدر نهضة بركان انه ياخد الدوري قبل نهايته ب5 جولات، ودي اول مره في تاريخ نهضة بركان انه ياخد الدوري المغربي. بس مش معنى كده ان الدوري خلص. اي نعم احنا عرفنا مين بطل الدوري، لان لسه في برضه اثاره قويه جدا على الفرق اللي بتنافس على المراكز اللي هتلعب في افريقيا وبطوله الكونفدراليه، بالاضافه لصراع الهبوط لسه في كلام. بس قبل ما نروح كده نبص على جدول الدوري، حابب بس اقول لكم ان الاول والثاني بيروح لبطوله افريقيا، والمركز الثالث بيروح الكونفدراليه مع بطل الكاس. ولو بطل الكاس من اول 3 مراكز في الدوري بياخدوا الوصيف، ولو بطل الكاس والوصيف من اول 3 مراكز في الدوري بيروح المركز الرابع. فخلينا نبص كده على جدول الدوري قبل نهايته ب5 جولات. هنلاقي ان نهضة بركان في المركز الاولاني ب60 نقطه بطل البطوله والموضوع خلص. في المركز الثاني الجيش الملكي ب45 نقطه، ولحد دلوقتي هو الفريق الثاني اللي هيروح مع نهضة بركان لدوري ابطال افريقيا. في المركز الثالث هو الوداد المغربي اللي برضه لحد دلوقتي هو اللي هيروح الكونفدراليه. اما المركز الرابع الفتح الرباط المغربي ب43 نقطه، نفس نقاط الوداد المغربي. في المركز الثامن المفاجاه الغريبه جدا وهو الرجاء المغربي ب37 نقطه، اللي لو البطوله خلصت بالشكل دوت ممكن ما نشوفوش في بطوله افريقيا ولا الكونفدراليه الا في حاله لو اخذ كاس المغرب. اما بقى لو بصينا على مراكز الهبوط فنلاقيها لسه مش محسومه 100%، وده بسبب ان الدوري المغربي عامل نظام جديد كده ان اخر مركزين بيهبطوا اوتوماتيك الى الدوري الدرجه الثانيه. اما بقى المركز ال13 والمركز ال14 بيلعبوا ملحق مع الثالث والرابع في الدرجه الثانيه، ونشوف بقى مين اللي هيقعد منهم ومين اللي ممكن يهبط. فلو بصينا تاني على الجدول هنلاقي ان المركز الاخير فريق شباب المحمديه ب4 نقاط بس. المفاجاه بقى ان في المركز ال15 فريق كبير جدا وهو فريق الشمال في المغرب وهو المغرب التطواني. اما بقى الفرقتين اللي هيلعبوا الملحق فمش هيطلعوا من الثلاثه دول. المركز ال14 شباب السوالم ب22 نقطه، في المركز ال13 حسنيه اغادير اللي برده ليه اسم كبير جدا في الدوري المغربي بيصارع على ملحق الهبوط ومعاه 26 نقطه. اما في المركز ال12 نادي المكناسي ب30 نقطه. في حاجه مهمه جدا بقى عايز اقول لكم عليها، حاجه انا بحبها جدا في الدوري المغربي وبتقوي جدا الدوري المغربي، وهي ان دايما بطل البطوله متغير، يعني مفيش بطل ثابت. طبعا كلنا عارفين ان الرجاء والوداد هم التوب في المغرب ودايما بيبقى ليهم الكلمه العليا في المغرب، لكن خليني اقول لكم ان مثلا في اخر 11 بطوله دوري فاز بالبطوله 7 فرق، والسبع فرق دول هم الرجاء والوداد والجيش الملكي والفتح الرباط المغربي ونهضة بركان واتحاد طنجة والمغرب التطواني. نخش بقى على الدوري الثاني، والدوري اللي هتكلم عنه دلوقتي مولع نار. لحد دلوقتي مش عارفين مين البطل، ولا عارفين مين اللي هيلعب في افريقيا، ولا عارفين مين اللي هيهبط، ولا عارفين اي حاجه، وفاضل 5 جولات بس على نهايه الدوري وهو الدوري التونسي. مبدئيا الدوري التونسي رجع تاني لنظام المجموعه الواحده، لانه قعد سنتين يتلعب بنظام المجموعتين. السنه دي بقى رجع تاني يتلعب بنظام المجموعه الواحده، وبقى شبه جدا جدا الدوري المغربي اللي لسه بنتكلمين عنه من شويه. برده 16 فرقه 30 مباراه، اتلعب لحد دلوقتي منهم 25 مباراه ومتبقي منهم 5 جولات بس. جدول الدوري التونسي قبل نهايته ب5 جولات بس شكله كالاتي: في المركز الاولاني الترجي التونسي ب53 نقطة، وفي المركز الثاني اتحاد المنستيري برضه ب53 نقطة، في المركز الثالث النادي الافريقي التونسي ب52 نقطة، فرق نقطة بس عن الترجي والاتحاد المنستيري. اما بقى في المركز الرابع فهو النجم الساحلي ب49 نقطة وفرق 4 نقط برضه عن متصدر البطولة. في المركز الخامس الترجي الجرجيسي ب47 نقطة. الخمس فرق اللي انا ذكرتها دلوقتي اتحداك تقول لي مين منهم هيبقى بطل البطولة، ومين اللي هيلعب في بطولة افريقيا، ومين اللي هيلعب في الكونفدرالية. وخليني برضه اوضح لك ان ال5 جولات الجايين دول هيبقوا مولعين نار جدا جدا جدا، وده بسبب ان ال5 فرق اللي بينافسوا على البطولة دول هيلعبوا بعض بنسبة كبيرة جدا. يعني مثلا خليني اقول لك ان الترجي مثلا عنده الماتش بعد اللي جاي هيلاعب الافريقي التونسي، بعديها هيلاعب الصفاقسي التونسي، وفي اخر جوله هيلاعب الاتحاد المنستيري اللي هو قده في النقط. كمان النجم الساحلي اللي قلنا ان هو في المركز الرابع 49 نقطه عنده ماتشين صعبين جدا من ال5 ماتشات دول، واحد ضد الصفاقسي التونسي وواحد ضد الافريقي التونسي، والافريقي عنده ماتش ضد النجم الساحلي، ونادي الاتحاد المنستيري عنده اخر ماتش في الدوري ضد الترجي التونسي. فواضح طبعا ان الماتشات الجايه في الدوري التونسي هتبقى قويه جدا
جدا، والدوري مش هيتحسم غير في اخر مباراه واخر جوله في الدوري السنه دي. ده مش كده وبس، ده الاثاره كمان مكمله في الدوري التونسي، ولحد دلوقتي مش عارفين مين اللي هيهبط في الدوري التونسي، وفي 6 فرق بتنافس على الهبوط، مش مضمون منهم ولا واحد ان هو هبط لحد دلوقتي. والمفاجاه بقى ان ال6 فرق اللي بينافسوا على الهبوط دول في ال5 جولات الجايين هيلعبوا بعض. لو رجعنا بصينا على جدول الدوري تاني هنلاقي ان المركز ال 16 والاخير هو نادي اتحاد تطاوين ب 18 نقطه، في المركز ال 15 نادي مستقبل سليمان ب 19 نقطه، في المركز ال 14 نادي قوافل القفصه ب 19 نقطه برضه، اما المركز ال 13 فهو نادي الزليزه ب 20 نقطه، في المركز ال 12 نادي العمران ب 22 نقطه، وفي المركز ال 11 نادي اتحاد بني جردان ب 23 نقطه. يعني من المركز ال 11 للمركز الاخير الفرق 5 نقط بس. وكمان خليني اقول لكم ملحوظه ان اخر فرقتين في الدوري التونسي هم اللي بيهبطوا للدرجه الثانيه بدون اي ملاحق. ملحوظتين كده قبل ما نسيب الدوري التونسي. مبدئيا كده الصفاقسي التونسي في المركز السابع ب 36 نقطه، ولو ما اخدش كاس تونس بنسبه كبيره قوي مش هنشوفه في بطولات افريقيا السنه الجايه. اما بقى الملحوظه الثانيه ان اخر 8 بطولات في الدوري التونسي الترجي واخد منهم 7، والنجم الساحلي واخد بطوله. لسه مستمرين في شمال افريقيا، والدوري الثالث اللي هتكلم عنه دلوقتي هو الدوري الجزائري. مبدئيا الدوري الجزائري هو شبه بالظبط الدوري المغربي والدوري التونسي، 16 فريق ب 30 مباراه، بس اتلعب منهم لحد دلوقتي 20 مباراه بس. نبص كده على جدول الدوري الجزائري قبل نهايته ب 10 جولات هنلاقي ان المولوديه في المركز الاولاني بفرق كبير قوي ب 41 نقطه، في المركز الثاني شباب بلوزداد ب 34 نقطه، في المركز الثالث اتحاد العاصمه ب 33 نقطه، وفي المركز الرابع شويبه القبائل ب 33 نقطه. خلينا متفقين مبدئيا كده ان مولوديه الجزائر اخذ الدوري السنه دي بنسبه 80%، بس لسه في صراع مشتعل على مين هيلعب افريقيا ومين هيلعب الكونفدراليه ما بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمه وشويبه القبائل. في المركز ال 16 والاخير نادي اتحاد بسكره ب 17 نقطه، في المركز ال 15 نادي نجم مكره ب 18 نقطه، في المركز ال 14 نادي ترجي مست غانم ب 20 نقطه، في المركز ال 13 والمفاجاه نادي مولوديه وهران ب 21 نقطه، اما في المركز ال 12 نادي اسمه افيو ب 21 نقطه. 5 فرق بينافسوا على الهبوط، فرقتين منهم هينزلوا الدرجه الثانيه، وثلاث فرق هيكملوا الموسم الجاي في الدرجه الاولى عادي. خليني برضو اقول لكم ملحوظه كده سريعه على الدوري الجزائري، ان الدوري الجزائري من ساعه ما اتعمل فاز بيه 15 فريق، وده يعتبر على فكره معدل كبير يحسسك قد ايه البطوله دي قويه وما تعرفش مين البطل بتاعها. الدوري الرابع بقى اللي هتكلم عنه دلوقتي، وقبل ما نسيب قاره افريقيا لازم طبعا هتكلم عنه، هو الدوري المصري. الدوري المصري اللي اشتعل جدا في الاحداث الاخيره اللي حصلت في ماتش الاهلي والزمالك وخصم نقاط من الاهلي، وكمان بيراميدز فقد نقاط وتعادل مع المصري، فتحس كده ان الثلاث فرق اللي هم بينافسوا على الدوري السنه دي بيراميدز والاهلي والزمالك الفرق ما بينهم بقى قريب جدا. خلينا كده بسرعه نراجع مع بعض نظام الدوري المصري السنه دي. الغريب جدا ان احنا مبدئيا بنتكلم عن 18 فريق بس ب 25 مباراه مش 34، وده بسبب ان احنا بنلعب الدور الاول عادي خالص ب 17 ماتش، بس 18 فرقه بيلعبوا بعض، اما الدور الثاني بيتقسم لمجموعتين ما بين اول 9 فرق بيلعبوا بعض واخر 9 فرق بيلعبوا بعض على الهبوط، وده طبعا بتكمله عدد النقاط من الدور الاولاني. فخلينا نتكلم ان احنا دلوقتي في الجوله 18 ومتبقي 7 ماتشات بس على نهايه الدوري السنه دي. قبل نهايه الدوري ب7 ماتشات الجدول شكله كالاتي: بيراميدز في المركز الاولاني ب 43 نقطه، الاهلي في المركز الثاني ب 39 نقطه مع احتماليه خصم 3 نقاط منه بسبب انسحابه امام الزمالك، ففي الحاله ديت الاهلي يعتبر ب 36 نقطه. المركز الثالث الزمالك ب 35 نقطه، يعني فرق نقطه واحده عن الاهلي. برضو الدوري المصري زي الدوري المغربي والجزائري والتونسي في حته اللعب في افريقيا والكونفدراليه. نقطه برضو مهمه جدا لازم اذكرها عشان برضو ما تقولش ان بيراميدز خلاص حسم الدوري واخد البطوله، ان بيراميدز من ال7 ماتشات اللي متبقيين له في الدوري في ماتش قدام الاهلي وفي ماتش قدام الزمالك. اما بقى بالنسبه للهبوط السنه دي في الدوري المصري هيبقى فرقتين بس اللي هتنزل درجه ثانيه وهيطلع مكانهم فرقتين، بس الموضوع مش مشتعل قوي لان مبدئيا كده بان مين الفرقتين اللي هينزلوا. الفرقتين اللي بنسبه كبيره هينزلوا السنه دي درجه ثانيه: في المركز التاسع مودرن فيوتشر ب 12 نقطه، ونادي انبي برضو ب 12 نقطه. اقرب ناس ليهم في المركز السابع غزل المحله ب 17 نقطه، ونادي الاسماعيلي في المركز السادس ب 17 نقطه. خليني برضو اقول لكم ملحوظتين كده بسرعه للدوري المصري، ان اخر 10 سنين الدوري المصري فاز بيه الاهلي 7 مرات وفاز بيه الزمالك 3 مرات. اما بقى الملحوظه الثانيه، في حاله لو بيراميدز اخذ الدوري المصري السنه دي هيبقى ده اول فريق ياخد الدوري من الاهلي والزمالك من موسم 2001 2002 الدوري اللي اخده الاسماعيلي. نروح بقى لقاره اسيا ونتكلم على دوري دايما بيبقى قوي قوي وكل موسم بيبقى مثير جدا، وهو الدوري السعودي. الدوري السعودي اللي متكون من 18 نادي، يعني بيتلعب 34 ماتش، اتلعب منهم لحد دلوقتي 25 ماتش ومتبقي 9 جولات بس على نهايه الدوري السعودي. مبدئيا كده الاتحاد في المركز الاولاني ب 61 نقطه،
الهلال في المركز الثاني ب 57 نقطه وفرق 4 نقاط بس للاتحاد. في المركز الثالث النصر ب 51 نقطه، وفي المركز الرابع القادسيه ب 51 نقطه، وفي المركز الخامس الاهلي ب 48 نقطه. خليني اوضح لكم كده بسرعه بس مبدئيا ان اول 3 فرق في الدوري السعودي بتلعب في دوري ابطال اسيا للنخبه، وبطل الكاس او الوصيف او المركز الرابع هم اللي بيلعبوا في دوري ابطال اسيا 2 او زي كده الكونفدراليه في بطوله افريقيا. فقبل نهايه الدوري ب9 جولات في صراع مشتعل ما بين مين اللي هياخد الدوري، ما بين الاتحاد والهلال اللي فرق ما بينهم 4 نقاط بس، وفي صراع تاني مشتعل ما بين مين اللي هيلعب في بطوله دوري ابطال اسيا للنخبه، ومين اللي هيلعب في دوري ابطال اسيا 2، ومين اللي مش هيلعب في اي حاجه خالص. نرجع بقى لجدول الدوري تاني علشان نتكلم على فرق الهبوط اللي بيهبط منهم 3 فرق مباشره الى دوري الدرجه الثانيه في السعوديه. مبدئيا كده في المركز ال 18 والاخير نادي الرائد السعودي ب 18 نقطه، في المركز ال 17 الوحده السعودي في مفاجاه غريبه جدا ب 20 نقطه، في المركز ال 16 نادي الاخدود برضه ب 20 نقطه، ودول الثلاث فرق اللي لحد دلوقتي على الورق اقرب للهبوط. اما المركز ال 15 فهو نادي الفتح اللي كان الدور الاولاني عامل موسم سيء جدا. مبدئيا كده الجوله اللي جايه اول جوله بعد توقف الدوري هتبقى حاسمه ومهمه جدا، لان يبقى فيها دربيين نار، يبقى في ماتش ما بين الهلال والنصر وفي ماتش ما بين اهلي جده واتحاد جده. فانا شخصيا اتوقع ان الجوله الجايه ديت ممكن ان هي تقرب مين بطل الدوري ومين اللي هيلعب على كاس الدوري ابطال اسيا للنخبه. قبل ما اسيب الدوري السعودي برضو خليني اقول لكم ان اخر 5 بطولات دوري سعودي اخذ منها الهلال 4 بطولات والاتحاد اخذ بطوله واحده بس. الهلال هو حامل اللقب اللي اخذ الدوري الموسم اللي فات وكان دوري لا هزيمه. اما بقى السنه دي فالهلال خسر 4 ماتشات في الدوري، ده فرق كبير جدا يوضح لك ما بين مستوى الهلال الموسم اللي فات ومستوى الهلال الموسم ده. اما بقى الدوري اللي هتكلم عنه دلوقتي فهو دوري صغير وخفيف قوي كده، وبصراحه برضو ساعات بيبقى مثير وفيه فرق قويه جدا، وهو الدوري القطري. مبدئيا كده الدوري القطري عدد الانديه فيه قليل جدا جدا جدا، فيه 12 فريق بس، يعني 22 مباراه الموسم كله، اتلعب منهم لحد دلوقتي 18 مباراه ومتبقي 4 جولات بس على نهايه الدوري. جدول الدوري القطري قبل نهايته ب4 جولات بصراحه مشتعل جدا، لان المركز الاولاني الدحيل ب 41 نقطه، والمركز الثاني هو السد ب 40 نقطه. وبالمناسبه اخر 7 بطولات دوري في قطر كانت ما بين الدحيل ب4 بطولات والسد ب3 بطولات. في المركز الثالث الغرافه ب 37 نقطه، يعني يعتبر قريب منهم شويه، وفي نفس الوقت ضمن ان هو هيلعب في دوري ابطال اسيا للنخبه. في المركز الرابع الاهلي ب 29 نقطه، وفي المركز الخامس في مفاجاه كبيره جدا الريان ب 27 نقطه. الهبوط في الدوري القطري مش مشتعل قوي لان يعتبر برضه شبه حسم. في المركز الاخير الخور ب7 نقاط، في المركز قبل الاخير صلال ب 15 نقطه، واقرب فرقتين ليهم بعد كده ب 21 نقطه. فاتوقع ان الخور صلال بالتحديد في مفاجاه كبيره جدا هما الاثنين اللي هيبقوا في الدرجه الثانيه الموسم الجاي. اخر دوري بقى هنتكلم عنه النهارده دوري قوي، وانا ساعات بحب اتفرج عليه بصراحه لان فيه فرق قويه جدا، هو الدوري الاماراتي. عدد الانديه في الدوري الاماراتي برده مش كبير قوي، 14 نادي يعني 26 مباراه في الدوري، اتلعب منهم لحد دلوقتي 18 مباراه ومتبقي 6 جولات بس على الدوري الاماراتي. في المركز الاولاني نادي شباب الاهلي ب 47 نقطه وبنسبه كبيره يعتبر اخذ الدوري الاماراتي. في المركز الثاني نادي الشارقه ب 40 نقطه، في المركز الثالث نادي الوحده ب 31 نقطه، في المركز الرابع الجزيره ب 30 نقطه، وفي المركز الخامس في مفاجاه برده نادي العين ب 29 نقطه. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم باذن الله. لو الحلقه نالت اعجابكم وحسيت ان في تفاعل مع الحلقه ان شاء الله هعمل لكم حلقه بالظبط زيها بس في دوريات اوروبا، بالاضافه لكده برضو ان انا ان شاء الله هعمل لكم حلقه تاني بس في نهايه الدوري، ونشوف ايه اللي اختلف من ساعه الحلقه اللي احنا صورناها دلوقتي وبين نهايه الدوري. في نهايه الحلقه اوعى تنسى بقى تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات رايك بشكل عام واي مواضيع حابب ان احنا نتكلم فيها ان شاء الله الفتره اللي جايه. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.